عقوبة مالية كبيرة على تريزيجيه وغضب محمود الخطيب بسبب إهدار تريزيجيه لركلة جزاء انتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. أهدر محمود تريزيجيه لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء في مرمى انتر ميامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة التي جمعتهما في فجر يوم الأحد، بعدما تحصل الأهلي على ركلة جزاء نتيجة عرقلة زيزو داخل منطقة الجزاء. أجرى الكابتن محمود الخطيب مكالمة هاتفية مع الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وأبلغه بغضبه الشديد من تريزيجيه بسبب تنفيذه ضربة الجزاء ومخالفة ترتيب اللاعبين المنفذين لضربات الجزاء في النادي الأهلي. ورد الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي أنه أكد للكابتن محمود الخطيب أنه وقع عقوبة مالية كبيرة على تريزيجيه بلغت نصف مليون جنيه، وقام بإلغاء مكافأة اللاعب في حالة التعادل في كأس العالم للأندية. يصرف لكل لاعب مكافأة مالية، تم خصم هذه المكافأة من اللاعب محمود حسن تريزيجيه. وأوضح الكابتن محمد يوسف للكابتن محمود الخطيب بأن تريزيجيه تمت معاقبته وفقا للائحة، والقرار واضح وصريح نتيجة لمخالفته التعليمات الجهاز الفني بالنادي الأهلي. رأيك في تصرف محمود تريزيجيه، وإن نفس هذه اللقطة حصلت مع محمود كهربا في مباراة باتشوكا، وإنه حب ياخد اللقطة فضيع ضربة الجزاء؟ ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.